السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده جايه لكم بفيديو جديد وبالتالي جايه لكم بوصفه جديده. هنعمل مع بعض زي ما انتم شايفين طبعا كده الفول المدمس لسحور رمضان. زي ما انتم شايفين معايا، انا معايا حوالي نص كيلو من الفول بتاع التدميس. انا طبعا نقعته حوالي 7 ساعات، وطبعا صفيته من الميه وغسلته كويس، ومعايا كمان كوبايه من الفول الابيض او الفول المدشوش بتاع بتاع البصاره. طبعًا معايا حلة على النار فيها مَيّة سخنة أو مَيّة بتغلي. أنا ما باحبش أحط افتكاسات كتير ولا إضافات كتير، أنا عصرت بس نُص ليمونة وحطيت ليمونة كاملة، وهاحط معلقة بس من الخل الأبيض، وبعد كده هانزل بالفول بتاعي على المَيّة كده وهي بتغلي. بس دي كل الإضافات اللي أنا ضفتها في الأول. لسه هاضيف حاجات تانية بعد كده، وهابدأ بعد كده أجيب الورقة كده من ورق الفويل، وهابدأ أكتم الحلة كويس أوي علشان البخار بتاع الغليان ما يخرجش برّه، ويسهّل معايا أو يسرّع معايا من عملية السِوَى، والفول ما ياخدش وقت منّي طويل. البخار ده يسوّيه وما ياخدش وقت منّي طويل على النار. فزي ما أنتم شايفين كده الفول كده لسه ما استواش، بس دخل على سِوَى. في المرحلة دي هاحط بقى كوباية الفول الأبيض أو الفول المدشوش اللي معايا، وهاسيبه برضه لغاية ما يستوي. وأنا هاقول لكم ليه أنا حطيت الفول الأبيض. أنا ما باحبش أحط افتكاسات كده، ومش باحب أحط إضافات كتير للحاجة علشان طعمها ما يتغيرش. بس هاقول لكم دلوقتي أنا ليه ضِفت الفول الأبيض. الأول هنا معايا معلقة من البابريكا ومعلقة من الكركم، وقلبتهم كده مع بعض بشوية مية سخنين. المية تكون سخنة، حتى الفول لو المية قلت منه حبيتي تزوديه مية هتزوديه مية سخنة، مش هتزوديه مية باردة، عشان المية الباردة هتخلي لونه يغير معاكي وهتخليه يغمق أو يسود معاكي. الفول خلاص هو كده استوى. هبدأ أضيف له بقى معلقة البابريكا والكركم. شايفين أنا بختبره معاكم مستوي وجميل جدا. فأنا طبعا معلقة الكركم والبابريكا قلبتهم في مية سخنة، وهبدأ أحطهم كده على الفول بتاعي قبل ما أطفي عليه بحوالي 5 دقايق. يدوب هم هيغلوا غلوة معايا، وبعد كده خلاص هطفي على الفول بتاعي والفول هيكون استوى. زي ما انتم شايفين كده انا نزلته بقى من على النار، شايفين لونه فاتح بجد والله وحلو قوي. وزي ما انتم شفتوا برضو انا اختبرته معاكم ولقيته مستوي تماما. طبعا الفول ده انا هشيل منه في الفريزر للسحور بتاع رمضان. بس هعمل معاكم برضو كذا نوع كده او اطعم مختلفة للفول، ان انتي حابة تجربي وتنوعي في رمضان او في السحور يعني. فانا هعمل معاكي 3 اطعم مختلفه. فانا خدت كده جزء كده من الفول وحطيته في الطبق ده، وبدات بالهرسه بتاعه البطاطس كده. بس هو انا يعني مش هفرمه فرم ناعم قوي، لا انا بس يعني هبدا الحبايه تتكسر بس كده، او الحبايه تتهرش شويه يعني، ما تبقاش صحيحه يعني. زي ما انتم شايفين كده. فانا طبعا حطيت الفول الابيض ليه بقى، انا جوزي كان هو اللي جايب الفول ده، فالفول حسيت ان هو لونه غامق شويه، لونه ما كانش فاتح بصراحه وما كانش عاجبني. فانا قلت ولما يعني هدمسه وكده، فقلت هيغمقي معايا او يعني الفول هيبقى لونه غامق وكده. فحطيت نص او كوبايه الفول الابيض دي علشان تفتحه معايا، تفتح اللون بتاع الفول معايا. دي حاجه. تاني حاجه بقى، علشان انا مش هحط اي اضافات يعني نشا او دقيق او الحاجات دي، لا انا هستغنى عن الحاجات دي. فزي ما انتم شفتوا معايا طبعا النوع الاول او الطعم الاول اللي انا هعمله معاكم، اللي هو الفول اللي هو بالطماطم وبالبصل وبالخضره، زي السلطه اللي بتكون على الفول دي، بيبقى حلو قوي، بيبقى طعمه جميل قوي. فانا معايا طبعا طماطمتين كده انا بشرهم، ومعايا طماطمايه انا مقطعاها مكعبات صغيره جدا كده زي السلطه بس صغيره، ومعايا كزبره، ومعايا شبت برضو مقطعاهم، ومعايا فلفل حامي، ومعايا بصله زي ما انتوا شايفين كده برضو مقطعاها. هبدأ بقى طاسه على الطاسه بتاعتي فيها زيت سخن على النار، وهبدأ انزل بالبصله الاول، وبعد البصله هنزل بمعلقه كده صغيره برضو من الثوم المهروس او الثوم المفروم، وبعد كده هانزل بالفلفل الحامي اللي معايا بس مش كله يعني هانزل بنص الفلفل الحامي اللي معايا زي ما انتم شايفين. طبعا في مقطع كده انا كنت ناسيه الكاميرا مقفوله، فانا رشيت رشه من الكمون كده على البصل وعلى الثوم، وبعد كده نزلت بالطماطم المبشوره، ونزلت بنص الطماطم اللي انا عاملاها مكعبات، وسبتهم كده يتسبكوا مع بعض. وبعد كده حطيت الملح بتاعي زي ما انتم شايفين. وفي الوقت ده انا حطيت معلقه من الصلصه. دي صلصه طماطم اللي انا عاملاها في البيت وعاملاها معاكم. انتي ممكن تستغني
عن معلقة الصلصة دي ما تحطهاش، بس هي هتدّي له برضه إيه، شكل حلو، وهتدّي له لون حلو، وكمان هتدّي له طعم حلو. فأنا حطيت طبعًا إيه، معلقة صلصة وقلّبتها كده زي ما أنتم شايفين. في المرحلة بقى دي هانزل بقى بالإيه، بالفول اللي معايا، على حسب بقى كمية الفول اللي معاكِ. دي يعني ده اللي في الطاسة ده طبقين كبار بجد يعني. طبعًا الطماطم والخضار والحاجات اللي أنا حطيتها دي زوّدت الكمية. بصراحة الطريقة دي يعني أنا عيالي وجوزي بيحبوها أكتر كمان من اللي هو بالزيت الحار والطحينة والليمون. فأنتِ هتنوّعي طبعًا في ده طبعًا 30 يوم يعني، فهتنوّعي يعني مش كل يوم هيبقى هو نفس طبق الفول اللي بالزيت الحار والطحينة، لأ إحنا هننوّع برضه عشان إيه، ما يبقاش في زهق وما يبقاش في ملل يعني. ده الطبق الأولاني. طبعًا أنا لسه هاضيف له إضافات تانية، بس أنا باوريكم يعني. شايفين عمل كمية يعني، عمل طبق كبير يعني، ده يعتبر طبقين يعني، كمية كبيرة وكمان لونه حلو أوي. باقي الفول بقى اللي معايا هاعمل منه برضه إيه طبقين، عملت طبقين صغيرين كده. واحد هاحط عليه زيت حار وطحينة وليمون، والواحد التاني هاعمله بالزبدة. يبقى معانا 3 أنواع، الفول بطماطم والبصل، والفول بالزيت الحار والطحينة، والفول بالزبدة. طبعًا أنا حطيت الكمون وحطيت ملح على الطبقين، نفس التتبيلة. الطبق ده بقى هاحط عليه زي ما أنتم شايفين كده، حطيت معلقة كده من زيت الحار، وحطيت معلقة برضه، معلقتين كده زي ما أنتم شايفين من الإيه، من الطحينة. وهابدأ إيه، أقلّب وهاعصر عصرة ليمونة طبعًا. طبعًا ده الأشهر يعني، الطبق الأشهر الفول بالزيت الحار والطحينة يعني. طبعًا في ناس يعني كل حد بيحب نوع معيّن يعني، وطبعًا معظم الناس ما بيختلفوش على الفول، وكل الناس بتحب الفول ما عدا أنا بس اللي ما باحبش الفول. فده الطبق التاني. الطبق التالت بقى زي ما قُلت لكم إن هاعمله بالزبدة. ده كان معايا مكعب زبدة، بس طبعًا الجو كان برضه ساقعة، الزبدة كانت متماسكة، فحطيتها في الطبق ده وفكيتها كده إيه على النار، بقت سايحة كده زي ما أنتم شايفين، وبدأت أحطها على الطبق الفول بتاعي. وهابدأ هنا أحط شوية شطة صغيرين هنا، ويعني إيه معلقة صغيرة كده حاجة نونو كده إيه شطة على الطبقين، لأن الطبق اللي هو بالبصل والطماطم أنا حاطة عليه فلفل حامي، فما عشان كده ما حطيتلهوش شطة ناشفة يعني أو شطة حمرا. وبعد كده بقى نرجع برضه للطبق بقى الأساسي بتاعنا. هنبدأ بقى إيه، البصل اللي أنا كنت حاطاه على النار، كنت سايبة منه معلقتين كده، هابدأ أرشهم كده بقى على الوش، والطماطم اللي باقية معايا والفلفل اللي باقي معايا والخضرة والشبت هابدأ أرشهم كده إيه على وش الطبق. طبعًا إحنا بنشتريه طبعًا، الطبق ده غالي كمان يعني، اللي هو بالبصل وبالخضرة ده وبالطماطم. بيكون إيه، الطبق ده بيبقى غالي، بس هو بيبقى يعني طبق مطلوب يعني، وبيبقى طعمه حلو. زي ما أنتم شايفين الطبق بقى شكله عامل إزاي، شكله حلو جدًا. وطبعًا حطيت على الأحرف بتاعته كده معلقة كده بس إيه من الطحينة كده إيه دوران، علشان الشكل بس وخلاص يعني. هي معلقة الطحينة اللي أنا حطيتها على الفول بالبصل دي ما لهاش أي لازمة يعني. ده طبعًا إيه، دي الأطباق اللي هي بتاعة السحور. الباقي بقى اللي معايا في الحلة ده، هابدأ بقى أجيب أكياس وأفضّيها فيه وأسيبها لمّا تبرد تمامًا، وبعد كده إيه، هادخّلها في الفريزر طبعًا علشان رمضان. زي ما قُلت لكم من كل حاجة طبعًا غِليت، حتى يعني حبّة الفول اللي قد كده بقوا يعني ب5 جنيه يعني، والله يعني حبّة يعني. شايفين أصغر طبق أنا عاملاه ده يعني أقل منهم وبال5 جنيه. وطبعًا الفول برّه أنتم عارفين بيبقى شكله عامل إزاي وبيبقى لونه عامل إزاي، فإحنا نعمل حاجتنا في البيت أحسن. وبعدين نُص كيلو فول هيعمل معاكِ كمية كبيرة يعني، سبحان الله يعني. فأنا طبعًا غلّفت كلّه في الأكياس كده، أو عبّيتهم كده في الأكياس. شايفين والله لونهم حلو أوي، وبعدين عملوا معايا كمية، ده نُص كيلو فول يعني، ده كلّه من نُص كيلو فول يعني، عمل معايا كمية. أنتِ طبعًا لو عدد أفرادكم كتير هتجيبي هتعملي نفس الطرق، بس هتجيبي كيلو فول بدل نُص كيلو. أنا كنت عاوزة بس حابة أوريكم حاجة، ده فول طبعًا إحنا جايبينه من برّه. والله أنا حاطاه من امبارح في التلاجة علشان أوريه لكم، عشان كنت ناوية أصور الفيديو بتاع الفول وأوريكم. شايفين لونه عامل إزاي؟ لا يصلح للاستخدام الآدمي والله ولا الحيواني كمان. يالّا الله المستعان. الأطباق بتاعتي بقت بالشكل الجميل التحفة ده. زي ما قُلت لكم أنا كنت عاملة بس بطرق مختلفة، كنت عاملة فول وحاطة عليه بيض وكده، بس طبعًا البيض غالي، فاخلّي البيض لفيديو إن شاء الله، يعني لفيديو تاني طبعًا أعمل لكم وصفة وصفة بيض للسحور إن شاء الله، علشان يبقى في تنويع كده.
علشان يبقى معانا يعني تنويع كده في السحور يعني، يبقى أطباق فول مختلفة برضه وننوّع كمان في البيض، يعني في ناس ما بتحبش أبدًا، يعني في ناس بتحب تاكل البيض كده زي ما هو مقلي أو مسلوق في السحور، وفي ناس لأ ما تحبوش، فإحنا هننوّع نعمل وصفة بيض كويسة إن شاء الله للسحور. وده كان الشكل النهائي للفول بتاعنا. يا ريت بقى تشتركوا عندي في القناة وتفعلوا زر الجرس، الله يكرمكم فعلوا زر الجرس علشان الإشعارات الجديدة من الفيديوهات الجديدة اللي أنا بانزّلها توصلكم بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وباحبكم في الله.